السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ نبيلة إكزوز، دائما مع وصفات جديدة متنوعة ومختلفة. الوصفة اللي قررت نحضر معكم اليوم هي عبارة عن عصير. هذا العصير المذاق ديالو كيجي بنين بزاف، روعة، والمكونات ديالو بسيطة وفي المتناول. وان شاء الله ملي غادي تجربوا هذا العصير غادي تبقاو ديما تحضروه، خصوصا دابا مع الصيف والحراره كنبغيو غير العصائر، وانا متاكده هذا العصير غادي يعجبكم. جربوه وكملوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الوصفه بالتفاصيل. ما نطولش عليكم بزاف، غادي نخليكم مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. انا هنايا اول حاجه خديت واحد 2 حبات ديال الخيزو، قشرتهم وغسلتهم طبعا وقطعتهم على شكل دوائر. خديت كاسرونه درت فيها دوك 2 خيزوات ديالي، زدت عليهم الماء الكافي اللي غادي يطيبوا ليا فيه، وخليت الخيزو ديالي حتى طاب ليا على خاطرو حتى كيولي لنا هاري. صافي غادي ناخذ الحاجه فاش غادي نطحنو. يمكن لكم تستعملوا المولينيكس، انا هنايا عندي الميكسور غادي نستعملو غير هو. ديروا المولينيكس الا ما عندكمش. وهنايا المكون الثاني اللي غنزيد مع خيزو هو واحد الحبه ديال البنان، يعني 2 حبات ديال الخيزو، واحد البنانه وواحد اليوغورت اختياري. السكر على حسب الذوق، حيت البنان حلو وكل شيء حلو، غير معلقه واحده راه كتجي الحلاوه هي هذيك وكافيه. ويمكن لكم كاع ما ديروش السكر، راه كتجي الحلاوه ديالو مزيانه. صافي انايا ميكسيت كلشي مع بعضياتو ولقيتو باقي خاطر شويه وزدت الماء. بغيتوه نتوما يجي ثقيل ما تزيدوش الماء، بغيتيه يجيكم بحالي يعني متوسط، ماشي خفيف وماشي ثقيل، زيدوا ليه الماء. صافي وكيكون هذا هو العصير ديالنا، ساهل ماهل طبيعي ومنعش. نتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى منكم انكم تجربوا هذا العصير حيت كيجي لذيذ بزاف. الا كملتوا الفيديو وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش تخليو شي لايك للتشجيع وشي كومونتير. ودائما الا بغيتوا شي وصفات او شي حاجه اقترحوها ليا في لي كومونتير ونقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.